حياكم الله مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بصراحة معي أنا عمار الصالحي. بعد حكومة كركوك المحلية وضع العرب في محافظة كركوك، التشتت العربي، الانقسام داخل البيت العربي، استعدادات المكون العربي للانتخابات القادمة، كيف هو وضع العرب وثقلهم في حكومة كركوك المحلية الجديدة. كل هذه المحاور سوف أطرحها على ضيفي في الاستوديو، السيد محمود زيدان القيادي في تحالف عزم. حياك الله سيد محمود، واهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا علينا. وايضا السيد قحطان الجبوري مراقب للشأن السياسي. حياك الله واهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا علينا سيد قحطان. خليني ابدو وياك سيد محمود، بعد تشكيل الحكومة في محافظة كركوك وتوزيع المناصب، وأيضا هناك قد يكون بعض الأطراف القليلة كعضو أو عضوين هم المقاطعين لإدارة كركوك المحلية، كيف ترى الثقل العربي في مجلس محافظة كركوك أو في إدارة كركوك الجديدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا لقناتكم الكريمة وللجمهور الكريم. يعني بداية نسلط الضوء على نقطة إيجابية مهمة في تشكيل الحكومة بغض النظر عن التفاصيل التي سنأتي عليها لاحقا. تشكيل المحافظة بمكوناتها الثلاثة هذا يعتبر شيء إيجابي إذا انتبهنا لهذا الأمر فقط التشكيل، لكن بغض النظر عن المقاطعة من قبل الأطراف الثلاثة. لكن كان الاتفاق على أنه تكون الأطراف الثلاثة مشتركة بالحكومة. لو هنا نقول وهنا تسكب العبرات كيف تتم العملية بإشراك الجميع الأطراف المقاطعة. هنا الخلل، نقول بأن الخلل يصيب جميع المكونات. نعم. المكونات بتفاصيل الكيانات أو الكتل، لكن نقول نحن الأصل هو المكونات، لأن التمثيل في كركوك، وضع كركوك هو وضع مكونات عرب كرد تركمان وكذا. كل العتب يقع على عاتق السياسيين، والذي المكونات التي شكلت الحكومة أو التي شاركت بالانتخابات وكان لها المفروض تمثيل في الحكومة، سواء المقاطعة سواء المشكلة. دائما نقول نحن ليس مع أو ضد، لكن نحن ضد أي تفرقة لهذه المحافظة أو أي إثارة لهذه التفرقة، ويدفع ثمنها أبناء المحافظة في كركوك منذ ما يقارب 7 أشهر أو 8. نعم. سيد محمود، عذرا المقاطعة، لكن هناك اتهامات ما بين العرب أنفسهم، وكلنا نعرف أن هناك كان انقسام حول إدارة كركوك الجديدة ما بين الملتحقين وما بين المقاطعين. اليوم كيف هو المشهد العربي في كركوك؟ ألم يأن الأوان أن يلتحق الجميع في إدارة كركوك الجديدة خدمة لناخبيهم، أو على أقل تقدير في مجلس المحافظة لتشريعات القوانين هناك ناس انتخبت هؤلاء الأشخاص، أم أن يرى العرب بأن هذه الحكومة المحلية في كركوك هي لا تمثل الشارع العربي؟ لو كان العرب كيان واحد وكتلة واحدة كان هذا الأمر تم منذ زمن. ما لا يدرك كله لا يترك جله. إذا هناك أمر لم يتم الحصول عليه بمجمله كان هناك بدائل. الواجب هو الالتحاق. العملية السياسية عملية مفاوضات واستحصال ما أمكن من حقوق تمثل أو حقوق هذا المكون. إذا كنت أنت تمثل هذا المكون ومدافع عن حقوق هذا المكون، إن لم تستحصل 80% من هذه الحقوق فلتعمل على 50. عكس الاتجاه إلى فقدان أغلب حقوق المكون من خلال هذه التفرقة والشرذمة، وهذا الأمر يتحمله بصريح العبارة كما ذكرناه سابقا ونؤكد عليه الآن هو القيادات العربية. الشارع قدم ما عليه، أدى ما عليه من أشواط. أما يطالب الشارع بأشواط إضافية من مظاهرات واحتجاجات فهذا أمر أنا شخصيا أرفض هذا الأمر. الشارع قدم وضحى في سبيل أن يوصل العرب إلى 6 مقاعد، وهذا إنجاز كبير جدا. لكن القيادات للأسف الشديد أضاعت هذا المنجز من خلال أو لأسباب شخصية حزبية في أول. نعم، خلينا أتوقف من هاي النقطة ويا جنابك وأنتقل بها للسيد قحطان الجبوري.
سيد قحطان الشارع سوى اللي عليه، الجمهور سوى اللي عليه، جيت أنا وانتخبت، خليت الكرة بملعبك وحملتك المسؤولية كاملة بأن أنت راح تقود ما صوتي اللي أنا أعطيتك إياه بصورة صحيحة. لكن أنا انصدمت بتشظي، انصدمت بانقسام. أسباب الانقسام، هل أن الانقسام كان على مصالح أم الانقسام هو انقسام لخدمة الشارع العربي؟ اولا ارحب بك استاذ عمار، حياك الله واشكرك على الاستضافه، وارحب بزميلي وصديقي الاستاذ محمود زيدان العبيدي، وشكرا على حقيقه اداره قناه كركوك على البرامج العربيه، وهي ان شاء الله يعني قناه لكل الكركوكيين. نعم بالتاكيد. وقبل لا اجيبك على الشان المحلي والشان الوطني، حقيقه يعني احب اعرج على الشان الاقليمي. الاحداث اللي تصير حقيقه في غزه حاله مو موضوع اخلاقي او انساني، موضوع ماساوي يعني جدا، يعني تندى له جبين الانسانيه. يعني احنا 56 دوله واسلاميه و22 23 دوله عربيه، ما حد يقدر يحرك ساكن لاجل يعني هؤلاء الاطفال اللي يقتلون، والبيوت والناس اللي تشرد. الان حاليا في هذه اللحظه حاليا قتل وقنابل وتفجيرات على يعني اخوتنا واهالينا في غزه. مليونين شعب يباد ولا احد يحرك ساكن. وانا هذا الكلام حقيقه لحكام ومحكومين ولشعوب ودول، وانا حقيقه دا اتكلم ضمن القانون والدستور والشرع، واللي يملي علي هذا الكلام حقيقه اولا الشرع، وثانيا ضميري الانساني. فيعني مفروض يكون اكو تحركات، سواء كان التحركات السياسيه او التحركات الدبلوماسيه او تحركات حتى على مستوى سيد قحطان. خلينا نحكي واقع، ما احنا داخل محافظه مثل محافظه كركوك بقوميه عربيه عندهم ست مقاعد، احنا ما متصافين، واحنا نقود اقليميا. احنا خلي نتحد داخليا، وانعكاس الاتحاد الداخلي راح يصير انعكاسه على الجانب الوطني اللي هو عموم العراق، وعلى الجانب الاقليمي، وعلى الجانب الدولي. فاحنا خلينا نصلح من البيت. احنا كمحافظه كركوك اليوم عندنا حزبين او 3 مختلفين، ووصل اليوم الاتهامات للخيانه او لخيانه القضيه العربيه في محافظه كركوك. انطيني اليوم تفسير الاسباب، هل هو صراع لخدمه المواطن العربي في محافظه كركوك، ام ان هذا التشظي داخل البيت العربي له دوافع واسباب اخرى؟ نعم، طبعا هذا من مخلفات الاستعمار ومن مخلفات الاحتلال. ما يدخل في بلد اسلامي او غير اسلامي الا ويخرج معه مشاكل عديده، قضايا يعني لا تحل نهائيا، لا بسياسات ولا باقتتال للاسف. يعني هاي من مخلفات الاحتلال. بالنسبه للوضع العربي في كركوك، يعني مثل ما قال اخوي استاذ محمود، الجمهور ادى اللي عليه، سوى اللي يقدر عليه، وربما اعلى نسبه مشاركه على مستوى العراق، يعني مشاركه شعب كركوك، وربما اعلى نسبه مشاركه من بين المكونات هو المكون فعلا العربي للامانه نحكيها. مع ذلك يعني هو يعني بقوا قرابه 9 اشهر او 8 اشهر في طور المفاوضات وفي طور اللقاءات، وما صار حل. يعني تعرف انت اللاعب يعني الدولي له تاثير بالمحافظه، وهاي يعني ما حد يخفيها، يعني موجوده. وهذا تدري اكيد اللاعب الدولي له اجنده والى شخصيات والى ربما تيارات معينه، فيعني هذا التحصيل حاصل ياثر على، وبالتالي ياثر على المواطن العراقي اللي موجود. يعني احنا حاولنا حقيقه اكثر من مره انه من شخصيات مستقله وشخصيات حزبيه يكون اكو تقارب لوجهات النظر، وايضا ما صار التزام يعني لكلام رئيس الوزراء على انه يعني انتظرونا لبضعه ايام، انتظرونا للمهله الفلانيه المؤقته حتى يكون يعني هناك جمع لكل المكونات حتى تكونون حكومه ائتلافيه. لان احنا صراحه المعارضه في كركوك يعني مو ناجحه ولا بصالح احد. احنا افضل شيء، لان احنا مكونات، افضل شيء لشعب كركوك انه الكل يكون ضمن الحكومه.
وهذا ما صارت عليه حكومة كركوك المحلية بغض نعم. النظر. أنا من المستحيل اليوم، أو يقول لك من الصعب اليوم، أكو 6 مقاعد عربية، مستحيل كلهم استقطبهم. نعم. ليش؟ لأنه الستة العرب هم مو من حزب واحد. صحيح. زين 3 كتل 4. نعم. أنا كل قدرتي يجوز استضيف لي فت كتلة كتلتين. صح. التركمان كذلك. نعم. الكرد كذلك. فبالتالي أنا لازم السفينة تمشي. نعم. ما من المعقول أبقى أنتظر الجميع يلتحق. هذا ما صاير حتى بمجلس النواب العراقي، ولا المسألة مسألة أرقام. نعم. نصف زائد واحد يمشي. نعم. لكن احنا الشيء اللي نقوله بعد ما مشت والمحكمة الاتحادية انطت شرعية لإدارة كركوك الجديدة، اليوم أصبح لزاما على من انتخبهم أن يقدموا الخدمة. عندك تحفظات على إدارة كركوك، تعال داوم بالمجلس، سوي التشريعات، اخدم المواطن اللي نخبك، واطلع بالقنوات وبالتلفزيون قول هذا المشروع غلط، هذا الإدارة غلط. مو هو هذا المفترض يكون أستاذ قحطان؟ هذا المفترض، لكن يعني تعرف للأمانة يعني أغلب المعترضين خاصة من المكون العربي هم عندهم مشاريع انتخابية وراح يرشحون. ويقول لك يعني دخولي، احنا تعرف كل الاعضاء مجلس المحافظه اغلبهم اصدقائنا وبيهم من نقعد وياهم نتسامر ونتعلل. فيقول لك انا ما اريد انطي الشرعيه تحت قبه مجلس المحافظه يعني الحكومه الحاليه، ومع العلم انه الموضوع مضى، يعني المحكمه الاتحاديه ادت بقرارها. اي لكن انت تعرف يعني هو يريد انه من حقه يريد يسوق لنفسه انتخابيا، يريد يسوق لنفسه سياسيا، وهاي دعايه انتخابيه مبكره، موضوع طبيعي. نعم. لكن هي هذه مقاطعه وليس هاي معارضه. المعارضه انت تكون تداوم ومن حقك تعترض على قرارات او على تعليمات معينه، لكن انت من تقاطع. طبعا للامانه انا سالت بعضهم قالوا انا الفورمه مالتي يمشي والختم مالتي يمشي، ولما يعني اريد اخاطب فلان مدير دائره يعني كلامي يمشي وعندي القلم الاخضر، لكن مو الجمهور مالتك شلون بعدين باكر عقبه يصير توزيع عقود، باكر عقبه خدمات معينه، شوارع، قضايا اخرى. يعني هذا انت لما ما تكون بالحكومه ما تقدر يعني حقيقه. احنا واقع حال هي. نعم. تعرف احد افرازات الديمقراطيه، انت لما ما تكون قريب من راس الهرم من السلطه ما راح يعني يسمع كلامك، او ربما تصير مجاملات. نعم. خلينا نشوف رأي أستاذ محمود بتوزيع المناصب. شلون شفت جنابك توزيع المناصب في محافظة كركوك فيما يخص القومية العربية؟ هناك حتى بعض المقولات ل يعني الكرد بأنه الكرد احنا صحيح أخذنا منصب المحافظ، لكن جميع المناصب الإدارية هي أصبحت للقومية العربية أو جميع المناصب المهمة. فبالتالي هناك حتى انتقاد داخل البيت الكردي بأنه احنا شو نسوي بالمحافظ؟ هو يخسرنا من المناصب الإدارية. والله يا حقيقة احنا تاهت علينا المناصب، يا الرئيسية يا الرسمية. نعم. يا اللي خواطر. لأن حقيقة اكو بعض المناصب اللي يعني الكل مطلع ويعرف انه بعضها تطيب خاطر يعني. نعم. يعني مناصب ما محسوبة يعني مجرد شكلية يعني. أما مناصب الدوائر والمؤسسات الأخرى فهذا ما تم الاتفاق عليه، لكن أنا بداية لم يكن لدي ثقة بأن هذا التقسيم يكون بهذا الشكل. ما دام أنت التحقت بهذه التشكيلة هناك بعض الخسائر، لابد نسبة اندثار بالاقتصاد يسموه للمواد يعني. فهي نسبة الاندثار هي بعض التنازلات اللي تتم، لكن احنا مشكلتنا مو بهاي المناصب، هو المشاركة وعدم المعارضة بغض النظر يعني مو تحديدا يعني المسألة الجزئية في مشاركة المقاطعين. ومثل ما تفضل أستاذ قحطان هي هم غير واضحة الصورة، هو نفسه ما يعرف هو مقاطع لو معارض لو معلق الجلسات مالته، اسمه يمشي، هو محسوب على المجلس ضمن النصاب. هاي الأمور على مستوى النخب شارع العش يقول. إذا على مستوى النخب والأحزاب تقولون تايهين، لحد الشارع العربي هم تايهين وإحنا تايهين. احنا نعرف الشغلة، لكن نعم. للأسف الشديد التحاق. أنا كتبت موضوع البارحة إنه للأسف المقاعد أو العملية الانتخابية أفقدوها هؤلاء معناها الحقيقي. العملية السياسية عملية راقية، عملية خدمة الناس. العملية الانتخابية جزء من العملية السياسية. السياسة ضاعت عندنا، جينا على الانتخابات. الانتخابات أصبحت عملية تجارية، مقعد معروض للبيع، روح اشتري. من يجي هذا
مجرد او غير يعني خلينا نقول حر في العمل، لان ليس هناك اي عبء عليه. هو اشترى المقعد واخذ المقعد بطريقه او ما، وهذا ما يصرح به البعض منهم. لذلك العمليه انا وصفتها من هذا المجلس هي العمليه الانتخابيه بلا تشبيه، يعني نقول الامثال تضرب توم اند جيري، ناس تريد تاكل ناس. حتى المرشح اللي فاز اعطى ظهره للناخبين، يقول لك انا اخذتها بذراعي بين قوسين. الناخب عرف لعبه المرشح، قام يريد قدر الامكان يمتص هذا الناخب المرشح. العمليه الانتخابيه عندنا مغلوطه، لان هناك ناس طارئين اجوا للعمليه السياسيه لا يمتلك من المفاهيم السياسيه والعمل السياسي والخبره الا اجى من العمليه التجاريه والمقاولات مالته، اجى للعمليه الانتخابيه بكم من الفلوس والمال قدر انه يتغلب على الاخرين. جلسات مجلس محافظه كركوك شلون تشوف لحد الان جلسات؟ تقريبا احنا صار لنا 8 اشهر على مجلس محافظة كركوك سيد محمود. فارغة مفرغة من محتواها. إذا جينا هم للإدارة هذا حقل ثاني بعيدا عن الخلافات. نعم. لكن الإدارة لحد الآن يعني الوعود اللي أطلقت بالبداية مع تقديرنا بأن الموازنة والأمور الأخرى متوقفة، لكن هناك أمور أخرى بصراحة حملت بعض الأمور أنه أتكلم بها. مسألة المولدة وما حاجة هم يحملون، أنا كذلك من أجي أدفع ل 11,000 و12,000 بصراحة أنتقد واحنا حالنا حال الشعب يعني الموجودين. ومساله البارحه بعض الامور يعني ملاحقه الفقراء في مكسبهم وفي رزقهم، يعني جماعه ولو موضوع ثاني لكن احب اطرح عسى ولعل انه يصل جماعه الستوتات والمفارز اللي يا اخي اترك هذول مخالفين، اترك هذول لابد انه اكو طريقه لهم 3 ملايين ونص او 4 يروح يشتري الستوته. هو واقع من يلا مدبر رزقه مال اليوم. انطي تسهيلات مثل ما تنطي تسهيلات للاخرين نور زهير وغيره، انطي تسهيلات لهذا بالستوته المسكين. والله البارحه ناس تخابر يقول عسى ولعل توصلون السراقه الكبار صارت تسهيلات لهم، شو هذول ما لهم تسهيلات. مساله الحكومه لحد الان حقيقه الاداره لم ترتقي الى ما كنا نامل وما كنا نتمنى. هناك بعض الثغرات، هناك بعض يعني خلينا نقول التنفيذ او الالتزام ببعض الوعود لم ترتقي الى هذا المستوى. نعم، خلينا نشوف استاذ قحطان، سبب الاداره نفسها ام المقاطعين وتعطيل مجلس المحافظه انعكس على عمل الاداره، التنسيق ما بين الاداره والمجلس؟ للعلم انا حسب علمي انه هي 9 جلسه. نعم. من يوم 10/8. نعم. الجلسه الاولى كانت في فندق الرشيد، والجلسات الأخرى البقية كانت في مجلس المحافظة كركوك. فلحد الآن يعني إذا نقيس مجلس محافظة كركوك على المحافظات البقية جلسات خجولة، ويعني حقيقة لا تلبي طموح يعني المواطن الكركوكي في المحافظة، لأنه كثير عندنا من الخدمات والقوانين نحتاج تشريعها، نحتاج هم الناس شغلهم تشريع ومراقبة، وايضا كثير من الامور اللي ربما بها اشكاليات. عند بعض المديريات يحتاج مراقبه، يحتاج تغيير، يحتاج تاهيل. لحد الان حقيقه انا اعرف الناس دي يقدمون اللي يقدرون عليه، وللامانه كثير منهم يعني اخوتنا واصدقائنا اللي صعدوا اعضاء مجلس محافظه يعني حقيقه هم ما بهم اي مشكله، لكن المشكله بالاعاقه. يعني لحد الان مجلس المحافظه نعم سوى 9 التحق مع عضو مجلس الاخ التركماني في المجلس. نعم. صاروا 10، لكن لحد الان حقيقه انا اشوف المجلس مجلس اعرج، مو بمستوى الطموح. ما دام يعني كثير مقاطعين وكثير يعني حقيقه معترضين، ما راح ينتج الانتاج اللي كنا نتوقعه. يعني حقيقه انه راح يكون مجلس متميز، واحنا ننتظر مجلس المحافظه الجديد، لانه احنا من 2005 ما عندنا مجلس محافظه. يعني مو هذا اللي كنا يعني ولا متوقعين انه هذه تصير تقريبا سنه على ما تشكلت الحكومه. لكن كتنسيق ما بين المجلس والحكومه المحليه التنسيق عالي المستوى، لان هو هذا المجلس هو اللي انتج الحكومه المحليه، وماكو اي اعتراضات، وحقيقه هم تحالف واحد. نعم. تحالف ما بين سيد قحطان، شنو ينتظر المقاطعين؟ هل هي
فد لعبة أو فد ورقة يجي يقول لك أنا خلي لا أحرق الورقة، الانتخابات النيابية قريبة، فبالتالي أنا راح أقول أنا مقاطع هاي الإدارة المحلية في كركوك ما تلبي الطموح، لا أحرق ورقتي والتحق بها واستخدم هذا الشيء كورقه في الانتخابات او الدعايه الانتخابيه، وخاصه الانتخابات على الابواب. صحيح. مو احنا هم يعني حتى نكون يعني متوازنين. نعم. هو عنده اعتراضات حقيقيه وقانونيه، والا ما كانوا اعترضوا بالمحكمه الاتحاديه والمحكمه الاداريه. نعم. وبنفس الوقت اكيد يعني هو يستخدم الجانب الاخر، طبيعي يعني انت كمرشح يعني عندك ادواتك، وهذا الشيء طبيعي، ومشروعك السياسي قائم بحد ذاته، وهم الناس كثير منهم تابعين لاحزاب، وهذا الحزب يعني مقاطع، امر طبيعي يعني. لن نضخم الموضوع انه لا هم يعني يحدثون مشاكل، لان بصراحه ما عندهم القدره انه يحدثون بلبله او مشكله بالمحافظه، لكن هذا انا اشوف الموضوع جدا مشروع، وعندهم ملاحظات مهمه على المجلس وعلى يعني الحكومه المحليه، فاحنا حقيقه انا حتى اكون متوازن، لا اكون مع او ضد للامانه يعني. نعم. خلينا نشوف راي استاذ محمود بنقطه مهمه. ليش محافظة كركوك القيادات العربية في محافظة كركوك يكون زعمائها من خارج محافظة كركوك؟ هي طبعا يعني فد نقطة الكل يعني مستغرب عليها. أنا اليوم عندي كتلة في محافظة كركوك، كتلة عربية المفروض قيادتها من محافظة كركوك، ليش تكون يا اما من خارج المحافظه، يا اما من بغداد، يا اما من تكريت، يا اما من الموصل؟ ليش مو كتله عربيه زعيمها يكون من داخل المحافظه؟ خاصه الجميع يعرف بان محافظه كركوك لها خصوصيه، واليوم اكو ثقل لكل مكون في محافظه كركوك قد يكون ما يفهمه او ما يسلط الضوء عليه وينطيه اهميه كبيره اللي يكون زعيمها من خارج المحافظه. وبالتأكيد احنا ضمن بلد واحد، العراق. نعم. واحد، القيادات الوطنية قيادات معتبرة، الحق ممارسة العمل السياسي، وهذا ضمن قانون الأحزاب ما كفله الدستور، أنه الحزب له ممارسة في أي مكان، هذا من حقوق الدستورية. التدخل في أمور المحافظات إذا كان هو هنا الفرق، أميز بين هذا الأمر وهذا الأمر، أن لا تكون دائما نقول أنه كركوك لا تكون على طاولة التفاوض والمساومة لمصالح محافظات أخرى، وحدث هذا الأمر في تصريحات معينة وفي تشكيل الحكومة بأنه أنا أضحي في محافظة ثانية لأجل هذه المحافظة أو أكسب، وبالتالي حقوق هذه الجماهير التي أعطتك الصوت لأجل مصالح هذه المحافظة. صلاح الدين على العين والرأس محافظتي، وأهلي، الموصل كذلك، ديالى، كلها محافظاتنا، البصرة محافظتي، لكن أنا هنا في خصوصية كركوك ما من حق هذه الجهة خلينا نقول الوطنية مع احترامنا للآخرين أنه تفاوض في الديالة على حساب كركوك أو في الأنبار على حساب كركوك. من هذا المنطلق نحن ننتقد هذه التدخلات، ننتقد أن تكون هذه القيادات، لا نعترض على القيادات الوطنية تدير عمل في كركوك، لكن طريقة الإدارة بأنه تكون كركوك تحصيل حاصل أو تحت اليد أو ورقة للتفاوض، هاي مرفوض قطعا. على الجماهير في كركوك وعلى القيادات في كركوك أن تعي هذا الأمر. طبعا الجماهير لها يعني عدم وعيها لهذا الأمر وعدم تحركها لانتقاد هذا الأمر، هي مقصرة في جانب، لكن التقصير الأكبر هو لدى القيادات التي سمحت أن تكون، احنا نقول عندنا بالعرب دقاق باب. نعم. يجي راس الشهر إذا ما توفر التمويل المكتب عزل، لهذا شوف المكتب عزل فتح معزل، ليش؟ والله القيادات في كركوك ما عندها قدرة على عندها قدرات مالية أن حزب تجتمع القيادات والنخب في محافظة كركوك وتسمي حزب أو كتلة باسم العرب في محافظة كركوك وقيادتها شخصية من محافظة كركوك، وبالتالي ما تكون تابعة حتى لا تخضع بأنه ممكن تنطي صفقة بالموصل أو ديالى أو تكريت على حساب كركوك، والعكس صحيح. طبعا هذا المقترح اقترحته للقيادات هنا من زمان، يعني من سنوات، فوق أكثر من 10 سنوات. شكلت حزب في كركوك، لكن لم يتم التسجيل واعلن عن الحزب وبالاعلام وكذا، فاقترحت على انه يكون حزب محلي كركوك، الانطلاقه من كركوك. نعم. من تذهب الى القيادات الاخرى الوطنيه مع جل احترامي لها تكون مفاوض وليس تبع.
إذا وصلك التمويل أو ما وصلك أنت عزلت وفتحت المكتب. لكن بكمل الجماهير العربية والقيادات العربية تكون مجتمعة في هذا الحزب المحلي، ينطلق انطلاقة قوية بتركيبة. اقترحت مقترح آخر يكون مجلس مصلحة تشخيص العرب في كركوك، مصلحة تشخيص العرب في كركوك، وهذا موجود في بعض الدول. يكون من الختيارية، يكون من القضاة، يكون من الناس الذين ليس لديهم مصلحة بالعملية الانتخابية. هؤلاء الناس هم يحددون. أو مجلس استشاري. لا أنا قرنا بدول نجحت في نعم. هذا الأمر. إيران مثال، يعني نعم. مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران، مجلس تشخيص مصلحة العرب في كركوك. نأخذ الأسماء والحق والصواب يؤخذ من أي جهة كانت. نعم. إذا هذا الأمر تم في ما تم. قناة فضائية لحد الآن، هل القيادات العربية فكرت ولو جزء بسيط من تمويل يتحملوا هاي القيادات؟ لو تحسب عدد القيادات والممثلين بالبرلمان من 2005 لحد الآن كم كبير، لو الكل مشتركين بهذا المشروع بأنه تكون قناة فضائية ناطقة للعرب ومشاكل العرب وكذا. أحيي البعض اللي يشكل إذاعات أو قنوات محلية، طبعا هذا مشكورين عليه، في صوت العرب كركوك أو الرشيد أو العفو يمكن رشيد لا دولي. هذا الأمر لم يهتم به العرب، وبصراحة لأن أفكارهم وفكرهم ليس يعي، أو حتى إذا استوعب هذا الأمر غير مقتنع. لأن مسألة التنظيم هذا التي ندندن عليها، ويعلم أستاذ قحطان نعم. هذه من 2004 و5 نحكي عليها. تنظيم عربي جغرافي بمناطقها، مهني بس أنا عندي شوية وجهة نظر مباينة بهذا الموضوع. نعم. أكمل الفكرة. هاي لو كانوا عاملين عليها. هسه العرب كتلة سياسية ذات لون وحركة بتعريف السياسي الحقيقي. احنا مشردمين، ويوم بعد يوم الشرذمة أكثر. الاتحاد الوطني، وذكرت في المكان أبرز قياداتها من يقولوا لا اقعد ماكو انتخابات، اكو مكتب سياسي يقرر يقعد. الديمقراطي وغيرها من الأحزاب التنظيمية. احنا العرب إذا اجى على السين من الناس قال له ما ترشح لها انتخابات، يقول له في ما لا، يروح يلتحق بكتلة ثانية أو يشكل كتلة ثانية. نعم. الضعف وضريبة الضعف وضريبة الانكسار. نعم. خلينا نشوف رأي أستاذ قحطان. تفقد كركوك الزعامة العربية، ما عندها زعامة عربية، فبالتالي كاريزميا كمقبولية إقليمية قد تكون، فبالتالي تلجأ الشخصيات الكركوكية أن تندمج أو تتذوب داخل شخصيات على المستوى الوطني حتى تحصل على دعم. نعم. طبعا انا اولا عندي تعقيب على يعني سؤالك بالبدايه. نعم. اللي هو نفسه لكن بطريقه اخرى. يعني للامانه الاتحاد الوطني الكردستاني هل هو انطلق من كركوك؟ الاتحاد الوطني الكردستاني ايضا هو يعني هو الحزب من اقليم كردستان، وله فروع في صلاح الدين وكركوك ومحافظات اخرى. الأحزاب البقية سواء كانت الكردية أو التركمانية، نعم الجبهة التركمانية لأنه هي تعتبر يعني كركوك عاصمتها، وهي كثرتها في كركوك، وعندها فروع في الموصل وفي صلاح الدين وديالى. احنا بالنسبة لنا كمكون عربي في كركوك احنا جزء من شعب كركوك. يعني شعب كركوك خمو كله عرب، خمو احنا مثل الأنبار كنا عرب سنة، ولا مثل ديالى ولا مثل موصل. احنا بالنسبه لنا للامانه واحد يحكيها، يعني انت برنامجك بصراحه. نعم. ولازم نتكلم الصراحه بالتاكيد. يعني احنا بالنسبه لنا عندنا قضايا تخص المكون العربي. يعني افرض العرب ايش قد يطلعون 4-5 نواب، زين احنا عندنا حزب محلي، زين ذولا اللي تعرف انت اذا ما تكون ضمن حزب وحزب قوي، وهذا الحزب عنده 23 عنده 32 نائب وكلهم يوقفون وياك، مثل ما الاتحاد مثل ما الاتحاد الوطني الكردستاني او الاحزاب البقيه، انه لما عندهم قضيه الكل يوقف، سواء كان نواب المكون او نواب الحزب. يعني يطرحون قضاياهم بقوة ويأخذون حقوقهم بقوة من خلال البرلمان ومن خلال مجالس المحافظات. أنا لما أكون حزب محلي وحزب جديد وحزب فقير وعلى قد حاله، ويا دوب الجزء طلع لي لو نائب لو نائبين، زين. والبقية الصراع على كركوك صراع قوي من قبل الأحزاب، وشفنا بأنه محافظة كركوك كل الأحزاب. يعني حنطيك مثال أستاذ قحطان، شفنا مجلس محافظة كركوك تأخر حتى على دون وتدخل دون المحافظات الأخرى وتدخل رئيس الوزراء. ما شفنا هاي القيادات العربية نعم أو الزعامات العربية اللي من خارج المحافظة تجي الكركوك بنص جمهورها العربي اللي انتخبها.
يعني اليوم الاتحاد الوطني الكردستاني نشوف شخصيات او رئاسه الاتحاد الوطني الكردستاني تكون بنص الجمهور داخل محافظه كركوك. نعم. ما شفنا اليوم الزعامات العربيه اللي من غير محافظات تجي بنص جمهورها بالحويجه، بطريق بغداد، بنص شعب كركوك العربي وتدعمها. لكن بمجلس النواب كان اكو بعض المشاكل او السجالات اللي قالوا عليها الجمهور العربي او حتى السياسيين العرب طلعوا قال احنا انغبنا بمجلس النواب في بعض القرارات. طيب انت ليش مسلم لحيتك لهم؟ لا ما يخالف، يعني انت تقول على الزيارات، فالزيارات هذا موضوع ترى يعني حقيقه هامشي. اذا موضوع الزيارات فلا، يعني احنا ربما عندنا 3-4 احزاب رئيسيه، وللامانه اغلبهم انا ملتقي بهم، اكو اداره ذاتيه لرؤساء المكاتب وماخذ راحته يعني نعم. في اداره مكتب كركوك ما يتحكم به، لان هو وضع كركوك له خصوصيه، وهو مصرح مسبقا انه انا ما اتدخل بالقضايا اللي تخص. انت قل لي حتى اساعدك، قل لي شنو الامور اللي تحتاجها حتى اجيب نواب الموصل ودياله وصلاح الدين والانبار حتى يوقفون معك بالتصويت. اما انه بس هاي المؤتمرات مهمه. ما يخالف. واليوم الشعب في محافظه كركوك من تجي الزعامه ومن يجي بس ما يخالف. نعم. يعني السيد الخنجر ما زار كركوك، زار. السيد مثنى السامرائي ما زال كركوك، زار. لربما أنا حسب علمي انه ورد عيد السيد الحلبوسي عنده زياره كركوك. اذا موضوع الزياره، فالموضوع الزياره هو اساسا يعني كثير من ابناء المكون هم دا يزورون، هم واكو زيارات متبادله. اذا موضوع الزياره فهذا الموضوع جدا هامشي، لكن احنا حقيقه انا في وجهه نظري ربما اختلف مع الاستاذ محمود زيدان، لا باس انه يكون حزب محلي، لكن من ضمن الاحزاب انه ايضا لا اخون الاخرين لما يكون من ضمن احزاب مركزيه واحزاب يعني اتحاديه. هذا ما به مشكله. نعم. خلينا نشوف بس شوف بهاي الحيثيه عندك تداخل استاذ. ما سمعت. لا مو تخوين، ماكو تخوين طبعا. انا بديت مقدمتي القيادات الوطنيه. لا ربما مو اقصد تخوين، اقصد انه لا عفوا ربما خان التعبير، اقصد انه يعني ملاحظات على بعض البعض. اني من اقول حزب عربي محلي يتجه الى بغداد يتحالف ويكون قوة، هاي تكملة الإيضاح للأستاذ قحطان. مو وحدي، أنا مو معزل عن القيادات الوطنية، بالعكس. هي امتداد. وهم كان تعقيبي على أن القيادات الوطنية لها زيارات، وإذا اكتفت بزيارات الأعضاء إلى بغداد هذا يعني نوعا ما أكو تواصل. زياراتهم إلى كركوك كان يشاهد على زيارات القيادات مالتهم. قد يكون السيد الحلبوسي بس مسألة أخرى الغوبن اللي تأكيد الكلام حضرتك، من يكون التمثيل في بغداد على حساب كركوك ما لمسنا في الباكج القانون السله الواحده اضرت بكركوك. القانون الاراضي ضر بكركوك، بينما العفو ما اجى مقابل هذه فيما يخص كركوك، خاصه المحافظات الاخرى. كركوك استثنت لان المساله مو مساله معتقلين، احنا عندنا مغيبين. اذا الامر هنا من تصرف تقول لي مثلا ياخذ رايهم، انا يعطيك حريه والصلاحيه في التصرف في اداره المكتب، لكن القرارات السياسيه هي عليها ملاحظات. مشكله العشائريه في محافظه كركوك او مشكله العشائريه عند العرب اثرت على الانقسام السياسي سيد محمود؟ حتى ارجع ايضا اخذ تعقيب من السيد قحطان. مو قسمت، يعني قلبت كيان العمليه السياسيه منها، وهذه دعينا الى طمس الانتماءات العشائريه في مجال العمل السياسي. احنا كنا ابناء عشائر ونعتز بعشائرنا، لكن ان تدخل العشائريه او اي تحزب سواء يعني هو العشائري او غير يكون المناطقي او غيرها، هذا مرفوض بالعمليه السياسيه. العمليه السياسيه اجي يعني انا اركض وراء المرشح، انا اركض وراء المنصب اللي اريده الاستاذ عمار، وهذه عمليا انا طبقتها. من القى سين من الناس مؤهل لاستلام منصب معين انا ابحث عنه، لان هاي امانه عندي. الصبغه العشائريه طغت بشكل كبير، حتى وصلت للعائله، انه يقول لك هاي الفتره عند فلان عشيره ومن صارت من فلان عشيره منطتنا شيء، هسه اجى وقتي اني هم مهزله وضاعت بها الكفاءات والشخصيات. هاي مهزله يعني، ومن اشجع عليها هم القيادات اللي انطوا مجال لمسميات العشائريه وزادوا شر. عشيره واحده من عائله واحده 6-7 مرشحين، الاخ واخوه. نعم. انطيني تعقيب اخير، هل العرب سيدخلون في كتله واحده في الانتخابات القادمه، الانتخابات البرلمانيه؟ ان شاء الله، وما ذلك على الله ببعيد. رؤيتك ام راح يصير عده قوائم؟ عده وفي زياده.
نعم. الا اذا نعم، وقد تكون تخسرهم على حساب. بالتاكيد. نعم، خلينا نشوف راي استاذ قحطان قبل لا اختم. مشكله العشائريه انطيني تعقيب عليها. العشائريه بها سلبيات وايجابيات. نعم. حتى اكون صريح، يعني عشيره عندها كفاءات وما مشاركه سابقا ويريد يقدمونه للبرلمان او مجلس المحافظه. وين المشكله بالموضوع؟ امر طبيعي جدا. ويقول لك انا اريد هذا واحد من ابنائنا ربما عنده ماجستير او دكتوراه وعنده باع بالسياسه واريد اقدمه. وين المشكله؟ نعم. لكن انه اهم شيء العشائر البقيه، اهم شيء الافخاذ البقيه، العوائل الكبيره، لا هذا يعني غير صالح وغير يعني امر نعم. سلبي انت انت مع التوازن. التوازن. نعم، انا اقول لك بها شق سلبي وبها شق نعم. ايجابي، لكن بحد ذاتها تعرف حقيقه احنا يعني حاليا بالاخص هاي الفتره وبالاخص الانتخابات الجايه انتخابات عشائريه بحته وانتخابات اقتصاديه لرؤساء الاموال. يعني يدخل يعني اللي السياسي مع العشائريه. نعم، اللي افهمه من حضرتك العرب ما راح يدخلون بانتخابات بقائمه واحده بانتخابات النيابيه. حسب علمي ربما 3 أو أكثر. هاي ال3 أو أكثر راح تخسرهم مقاعد أم راح تضيف لهم مقاعد؟ حسب ممكن يتوحدون بعد حسب قانون الانتخابات لحد الآن غير واضح. الايديولوجيه عند هاي الكتل هل هي تتقارب بعد ام لا كل واحد رايح بديره؟ لا بعد الانتخابات غالبا الحمد لله المكون العربي يتقارب بعد الانتخابات ويصيرون باكج واحد ويصيرون يعني كتله واحده. نعم. واكيد اكيد احنا نتمنى كل الخير لمحافظه كركوك وان تسري لجميع مكوناتها ان شاء الله. نعم بفائده وانعكاس على الشارع العراقي. طبعا اشكرك جزيل الشكر السيد قحطان الجبوري مراقب للشأن السياسي. شكرا لتلبيه الدعوه وكل الايضاحات اللي ادليت بها. شكر موصول للسيد محمود زيدان القيادي في تحالف عزم. اشكرك جزيل الشكر وشكرا لتلبيه الدعوه ولكل الايضاحات اللي تقدمت بها. ايضا مشاهدينا الكرام الشكر موصول اليكم. التقيكم الاسبوع القادم ومحاور ومواضيع أخرى. تحياتي وتحيات فريق العمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء.